لدي سؤال واحد فقط. في سورة آل عمران الآية 50 تخبر عن اتباع أوامر عيسى، لماذا لا يفعل أحد هذا؟ الأخت تسأل أن القرآن يقول في سورة آل عمران السورة 3 الآية 50 يقول بأنه يجب علينا اتباع أوامر المسيح عيسى، وتوجد العديد من الآيات التي تقول بأنه يجب علينا الإيمان بعيسى. أختي دعيني أوضح بأن الإسلام هو المعتقد غير المسيحي الوحيد الذي يجعل الإيمان بالمسيح عليه السلام أحد أركانه، فالمسلم ليس مسلما إن لم يكن يؤمن بالمسيح عليه السلام. نؤمن بأنه كان أحد أولي العزم من الرسل، نؤمن بأنه المسيح، نؤمن بأن ولادته كانت معجزة دون أي تدخل ذكري. هذا لا يؤمن به العديد من المسيحيين المعاصرين حاليا. نؤمن بأنه كان يحيي الموتى بإذن الله، نؤمن بأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. المسلمون والمسيحيون أختي يسيرون مع بعضهم إلى هنا، ولكن قد يسأل أحدهم أين مفترق الطرق؟ مفترق الطرق أختي هو أن العديد من المسيحيين يقولون بأن المسيح عيسى عليه السلام ادعى الألوهية، ادعى بأنه الله تعالى. إذا قرأت الكتاب المقدس أختي فإنه لا توجد أي عبارة صريحة في الكتاب المقدس كله حيث يقول عيسى عليه السلام بنفسه أنا إله أو اعبدوني. إذا تمكن أي مسيحي من إيجاد أي عبارة صريحة وواضحة في الكتاب المقدس يقول فيها عيسى عليه السلام أنا إله أو اعبدوني، فأنا مستعد لأن أقبل المسيحية اليوم، وأنا لا أتحدث نيابة عن إخوة المسلمين. في الواقع إذا قرأت الكتاب المقدس فإنها مذكورة في إنجيل يوحنا الإصحاح 14. عيسى عليه السلام قال أبي أعظم مني. في إنجيل يوحنا الآية 29 أبي أعظم من الكل. في إنجيل متى الإصحاح 12 الآية 28 أنا بروح الله أخرج الشياطين. في إنجيل لوقا الإصحاح 11 الآية 20 كنت بإصبع الله أخرج الشياطين. وإنجيل يوحنا الإصحاح 5 الآية 30 أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني. أي شخص يقول أنا لا أتبع مشيئتي بل مشيئة الله فهو مسلم. عيسى عليه السلام إذن كان مسلما، لم يدعي أبدا الألوهية، وهذا مذكور بوضوح في سفر الأعمال الإصحاح 2 العدد 22. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، لذا فإننا نؤمن بأن عيسى عليه السلام كان أحد أولي العزم من الرسل، ولكنه لم يكن إله، وهذا هو اختلافنا. وبخصوص تعاليمه، سؤالك كان بأن القرآن يخبرنا بأنه علينا اتباع تعاليم المسيح عليه السلام، وعندما جاء عيسى عليه السلام إلى هذا العالم كان قد أرسل لليهود فقط لبني إسرائيل. يقول القرآن وبوضوح في سورة الصف السورة 61 الآية 6 وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومذكور في سورة آل عمران السورة 3 الآية 49 ورسولا إلى بني إسرائيل. ومذكور في إنجيل متى الإصحاح 10 العدد 5 إلى 6 يقول عيسى عليه السلام إلى طريق أمم لا تمضوا. من هم الأمم؟ ليسوا يهودا، الهندوس المسلمون. إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامرين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالأحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وتكررت نفس الرسالة في إنجيل متى الإصحاح 15 العدد 24 أجاب وقال لهم لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. إذن عيسى عليه السلام أرسل لبني إسرائيل فقط، ورسالته كان من المفترض أن تتبع لفترة زمنية معينة فقط. هذا ما يقوله الكتاب المقدس والقرآن. لكن على الرغم من ذلك أختي، إذا قرأت الكتاب المقدس وحللتيه فإن ما يقوله عيسى عليه السلام ذكرت في إنجيل لوقا بأن عيسى عليه السلام ختن في اليوم الثامن. نحن المسلمون نختتن وغالبية النصارى لا يختتنون. فإن قلت بأن اتباع تعاليم عيسى عليه السلام تجعلك مسيحيا فإنني أحب أن أقول بأنني مسيحي أكثر من المسيحيين أنفسهم. قد ذكر في الكتاب المقدس ولا تسكروا بالخمر، وذكر في سفر الأمثال الإصحاح 20 العدد 1 الخمر مستهزأة
نحن لا نشرب الخمر. يقول القرآن في سورة المائدة سورة 5 الآية 90 عن الخمر: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لا نقربه ككل. المجتمع المسلم هو أكبر مجتمع ممتنع عن الخمر، لذا فطبقا للكتاب المقدس يجب ألا نشرب الخمر. وذكر في عدة مواضع من الكتاب المقدس بأنه يجب ألا نأكل لحم الخنزير. ذكر في سفر اللاويين الإصحاح 11 العدد من 7 إلى 8، وذكر أيضا في سفر التسمية الإصحاح 14 العدد 8، وفي سفر إشعياء الإصحاح 25 ما لا يقل عن 5 مرات ذكر تحريم لحم الخنزير. نحن المسلمون لا نأكله، ولكن أغلب المسيحيين يأكلونه. لذلك فإن كانت كلمة مسيحي تعني الشخص الذي يتبع تعاليم عيسى عليه السلام، فإننا المسلمون مسيحيون أكثر من المسيحيين أنفسهم. ويمكنني الاستمرار في إعطاء أمثلة. عندما سئل عيسى عليه السلام ما هو أهم تعاليم ذكر في إنجيل مرقس الإصحاح 12 العدد 29، وهذا اقتباس بالعبرية ومعناه: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. نحن المسلمون لا نؤمن إلا بإله واحد، بينما معظم النصارى يؤمنون بالثالوث، الأب والابن والروح القدس. لذا فإن قلت بأن المسيحية تعني اتباع تعاليم عيسى عليه السلام، فإني أقول نحن المسلمون مسيحيون أكثر من المسيحيين أنفسهم. فيمكنك الرجوع إلى تسجيل عن التشابه بين الإسلام والمسيحية، والذي سيعطيك تفاصيلا أكثر عن أننا نتبع أكثر الإنجيل من تعاليم عيسى عليه السلام من المسيحيين أنفسهم. آمل أنني قد أجبت على سؤالك أختي. حفظ الله الدكتور ذاكر نايك ونفعنا بعلمه، وجعل ذلك في ميزان حسناته، وجعله سببا لنشر الإسلام في كل بقاع الأرض. إن نالت هذه الحلقة إعجابكم فقوموا بدعمنا بالضغط على زر الإعجاب، وشاركوها جميع أصدقائكم لتعم الفائدة، والدال على الخير كفاعله. اكتبوا لنا آراءكم بالتعليقات، وانتظرونا في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.